مع جمال. معي فيدي فالفيردي صاحب الهدف الثالث لريال مدريد. بونانوتشي. مساء الخير. مرحبا. بالطبع أنت لست راضٍ عن النتيجة 3-3. هل كانت نتيجة عادلة؟ نعم كانت نتيجة عادلة، ولكن نحن كنا نريد الانتصار. نحن عملنا بجد واجتهدنا كثيرا من أجل أن نحقق الفوز، وهذه الأفضلية التي كنا نحتاج إليها. لم يحدث ذلك اليوم، ولكن هنالك مباراة أخرى الأسبوع القادم، وعلينا نتعلم مما حدث في الموسم الماضي. لنتحدث عما فعلته خلال هذه المباراة. شاهدناك في كل أرجاء الملعب، في الدفاع وفي وسط الميدان وفي الهجوم، في كل مكان. أنا أحاول أن أعمل وأساعد فريقي وما يطلبه مني المدرب. حاولت أن أقوم بعملي وأساعد الثلاثة في الخط الأمامي كذلك. أحاول دائما أن أكون بالقرب من المقدمة، ومانشستر سيتي بالطبع هو فريق صعب جدا، ونحن أيضا شعرنا بالإرهاق لأننا في بعض الدقائق ركضنا كثيرا خلف الكرة، ولكن في النهاية نحن صنعنا أيضا الكثير من الفرص. أنت صاحب الجملة الشهيرة أنا سأركض حتى الموت، أليس كذلك؟ نعم هذا صحيح، وليس أنا فقط ولكن كل الفريق. نحن لا ندخر وسعا أبدا على أرضية الميدان. ولكن ماذا عن الهدف؟ هدف البعض ليس فقط أنا يقول أنه على الطريقة الزيدانية أو على طريقة زيدان. في النهاية كنت أعرف بأنه يجب علي أن أسدد على المرمى. العديد من زملائي ينتقدوني أنني لا أسدد كثيرا على المرمى، والمدرب يطلب مني ذلك، وبالتالي وصلت لي كرة من فيني وحاولت أن أستغلها على أفضل صورة ممكنة. شكرا جزيلا. عودة إليك إذن بعد هذه المقابلة مع فيدي فالفيردي صاحب الهدف الزيداني كما قلت له، وهو يرفض ذلك لأنه يقول بأن هدف زيدان لا مثيل له.